مشاهدينا الكرام، إحدى من القاعات لقسم الفنون الجميلة والتطبيقية في المتحف الوطني مخصصة لفن النقوش البارزة أو الكندل. النقوش البارزة هي فن من الفنون الزخرفية القديمة للشعب التاجيكي التي تتكون من النقوش المختلفة وألوان الضحابية. أحد من الفنانين المشهورين التاجيكي هو أحمد فراهيم الذي مخرج معهد ميرزا أحمد أوليموف في سنة 1978، وهو يعد من شخصية بارزة في إبداع هذا الفن الفريد. تعرض إحدى من لوحاته الفنية في قاعات العرض للمتحف الوطني باسم زهرة الرومان التي تم إبداؤه في سنة 1986. وقد صور الفنان في مركز اللوحة زهرة الرومان بالطريقة الخيالية، وكذلك زينت بزخارف الهندسية الجميلة. أعزائي المشاهدين، ولمزيد من المعرفة عن هذه اللوحة الفنية الجميلة فتفضلوا بزيارة المتحف الوطني.